الشُبهة الرابعة برضه اللي بتيجي أحيانًا في مُخ الناس أو أحيانًا بتتسألها، طيب إذا كان الإسلام ده هو الدين الحق، وإذا كان الإسلام ده هو الدستور والمنهج اللي ربنا يرتضيه للبشر، ليه المسلمين متخلّفين؟ ليه معظم البلاد الإسلامية في حالة ضعف وهوان، ومعظم أو يعني الدول الإسلامية في وضع مش أحسن حاجة، وفي دول تانية ملحدة أو مسيحية أو كافرة ومع ذلك في تقدُّم وفي رقي؟ عشان أجاوبك على النقطة دي، خلّيني أسألك كده سؤال. أولًا هل التقدُّم أو الحضارة هي حضارة مادية فقط؟ يعني هل إن دولة تقدر تصنّع أو تنتج سلاح وتنتج تكنولوجيا وتنتج تصنّع أدوات الحياة وتستغل هذه الأدوات في إنها تحتل دول تانية وإنها تروح أفريقيا تجيب الأفارقة تخلّيهم عبيد عندها وإنها تحتل دول عشان تاخد خيراتها أو تدمّر دول عشان خاطر تاخد البترول منها والّا تقتل شعوب بأكملها عشان خاطر تاخد أرضهم؟ هل دي الحضارة؟ يعني هل كده الناس دي متحضّرة؟ حتى لو أنت شايف إن في مظاهر حضارة ومظاهر نظام في البلاد دي، ده مظاهر قانون عشان تضمن حق كل واحد فيها، لكن لمّا بيروحوا يحتلّوا بلاد تانية ويروحوا يقتلوا شعوب تانية ويروحوا يعذّبوا الناس في سجون جوانتانامو وأبو غريب وغيرها ويقهروا الناس ويقهروا الشعوب عشان يسرقوا البترول بتاعهم والخيرات بتاعتهم، هل دي الحضارة المقصودة؟ طيب هل تاريخ البشرية كده في ال1400 سنة اللي فاتوا لو حسبناها بالأرقام، المسلمين كانوا الدول المتقدمة والأمة المتقدمة فترة قد إيه من ال1400 سنة دول؟ لا يقل عن 1000 سنة. بأي حال من الأحوال يعني بأي حسبة من الحسابات هتلاقي الدولة الأغنى والأقوى على مستوى العالم كانت هي الدولة الإسلامية خلال ال1400 سنة اللي فاتوا لا يقل عن 1000 سنة. يعني لو هتحسبها مين الدولة المنتصرة أو مين الأمة المنتصرة والأمة الغالبة على مدار التاريخ هي أمة المسلمين. حاليا مش المسلمين، ما نقدرش نقول إن المسلمين هم العالم الأول وهم الدول المتقدمة، إنما على مدار السنوات اللي فاتت دي ال 1400 سنة لأ، في الأغلبية الوقت كانوا المسلمين. السؤال الثالث، هل المسلمين تخلفوا لما تمسكوا بدينهم وطبقوه في حياتهم ولا تخلفوا لما تركوا دينهم وتخلوا عنه وما طبقوش الشريعة وما طبقوش ال الإسلام في حياتهم؟ لا، الحقيقة إن المسلمين لما كانوا موحدين أمة واحدة بيطبقوا شريعة ربنا سبحانه وتعالى وبيطبقوا الإسلام كانوا هم الأمة رقم واحد في العالم وكانوا هم الأقوى على مستوى العالم. حضارة حقيقية ليست حضارة مادية فقط ولا بالسلاح بس ولا بالتصنيع بس ولا كده، لكن بالثقافة وبالعلم وبالأخلاق وبالأدب والقدوة والنموذج اللي يحتذى به من العالم كله. كانوا بينشروا الخير والحق والعدل في العالم كله، كانوا نموذج فعلا في العالم كله لما تمسكوا بدينهم. لما تفرقوا واختلفوا وتمزقت الأمة الإسلامية ومشوا وراء الخلافات ومشوا وراء الخرافات ومشوا وراء تقليد غير المسلمين وأخذوا القوانين الوضعية وأخذوا الأفكار الغير إسلامية وبعدوا عن الدين وبعدوا عن الشريعة تخلفوا. فده العكس، ده يثبت لك أن الإسلام والدول الإسلامية لما تمسكت بدينها يعني الشريعة الإسلامية دي كانت مصدر عز ومصدر قوة، فده يثبت لك أن الإسلام فعلا هو مصدر خير، مصدر حق، مصدر نور، مش العكس. طيب الواقع دلوقتي أو لما تبص دلوقتي تلاقي أن في مثلا مسلمين مقهورين ومظلومين هل ده عيب في الشريعة الإسلامية؟ لا، لأن برضو أرجع أقول لك الدنيا ليست دار جزاء، الدنيا دار امتحان، دار اختبار. كل أمة بتأخذ بالأسباب بتتقدم، كل أمة بتاخد بأسباب التقدم والرقي بتنهض بتعلو، تتوحد مع بعضها وبتتعاون بتعلو، تتناحر وبتتفرق وبتاخدش بالأسباب بتتخلف وبتضعف.
ده سنة الله سبحانه وتعالى في الدنيا. تمام. إنما الآخرة هي دار الجزاء. أنت مطلوب منك إنك تبذل قصارى جهدك في الدنيا عشان توصل للآخرة، تحقق غاية ربنا في الكون عشان توصل للآخرة، مش عشان تشوف الخير والنصر ده في الدنيا.